هقولك على سر خطير. في ناس بتخسر فرص وبتخسر علاقات وهي مش عارفة السبب، والغلط الوحيد إن هما بيتكلموا أكتر ما بيسمعوا. النهاردة هقولك 3 مواقف تخلي سكوتك أقوى من كلامك، و3 مواقف الصمت فيهم بيساوي دهب. وليه الشخص الهادي غالبا بيكون هو الأقوى في أي غرفة. في ناس بتفتكر إن اللي بيسكت بيكون ضعيف، لكن الحقيقة سكوتك في الوقت الصح بيخلي صوتك أقوى. السلام عليكم. كلنا عارفين إن الكلام كتير بيجيب مشاكل، لكن اللي الناس ما تعرفوش إن الصمت نفسه قوة. الصمت مش معناه إنك ضعيف، الصمت معناه إنك ماسك أعصابك وبتحافظ على طاقتك وبتبني احترام وهيبة من غير ما تقول ولا كلمة. الناس بتسمع اللي بيتكلم، لكن بتحترم اللي بيعرف إمتى يسكت. خد بالك يا صديقي من الناس الناجحين، دايما رجال الأعمال المشهورين هتلاقيهم بيسمعوا أكتر ما بيتكلموا. المفاوض المحترف دايما بيستخدم الصمت عشان يخلي الطرف اللي قدامه يتوتر أو يكشف أوراقه. وفي العلاقات الشخص اللي بيعرف يسكت هو اللي بيبان أقوى وأذكى. لما تكون متضايق اسكت، لما تكون في مناقشة اسكت واسمع كويس، ولما حد يستفزك اسكت وابتسم. الابتسامة وقت الهزيمة تفقد المنتصر لذة الانتصار. الصمت مش دايما معناه انك ما عندكش رد، الصمت اوقات كتير بيبقى معناه انك اعلى من الرد نفسه. جرب تسكت وشوف اللي حواليك هيسمعوك ازاي. هقولك على 3 مواقف دلوقتي سكوتك فيهم من دهب. اول موقف لما تكون غضبان، كل كلمة هتقولها وانت مش متحكم في نفسك غالبا هتندم عليها. تاني موقف لما تكون في نقاش مهم، سكوتك بيخلي كلامك بعديه يكون أقوى، لأنك بتتكلم وانت فاهم مش منفعل. تالت موقف لما حد بيستفزك، الرد مش دايما قوة، سكوتك في الموقف ده بيكسف اللي قدامك أكتر من أي كلمة. هقولك بقى على تمرين تعمله خلال الأسبوع ده، ويا سلام لو عملته على طول. جرب تعمل ده النهاردة، خد 5 دقايق صمت في اليوم وجرب تسمع فيهم نفسك. تاني حاجة، قبل ما ترد على أي حد عد من 1 ل3 في دماغك. تالت حاجة، قبل ما تتكلم اسأل نفسك، هل الكلام اللي أنا هقوله ده هيكون مفيد ولا هيكون مجرد رد فعل؟ اللي هتكتشفه بالصمت أغلى كتير من اللي بتقوله بالكلام. كان عندي واحد صاحبي دايما بيتكلم كتير في الاجتماعات، عنده أفكار بس كان دايما بيقاطع كتير وبيشرح أكتر من اللازم، لحد ما في يوم مديره قال له كلمة فرقت معاه جدا. قال له انت ذكي، لكن كلامك الكتير بيخلي ده ما يبانش. من ساعتها بدأ يختار امتى يتكلم وامتى يسكت، وفي خلال 6 شهور او اقل بقى من اكتر الناس احترام ونجاح في الفريق. الصمت الصح مش ضعف، ده قوة من نوع مختلف. التحدي ده ليك، جرب النهاردة اول موقف يقابلك واختار فيه الصمت وشوف الفرق. لو حصل تغيير قولي في الكومنتات الناس حواليك كان رد فعلهم ايه. لو الفيديو عجبك ادعمنا بلايك وشير الفيديو لحد لسه مش مقتنع ان الصمت قوة. مستنيك الحلقة الجاية في كلام ينفع، حلقة مهمة جدا ما تفوتهاش. مع السلامة.